لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الفجر ركعتين بإتقان وقراءة قرآن وشوية أذكار وشوية تفكر بالله عز وجل، يعني شي ساعة الزمان. الصلاة ربع ساعة وتفكر وذكر القرآن. إذا ما بتلاقي النهار كله جنة، عبدي لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك ما بينهما. أنت في حفظ الله، في رعاية الله، في توفيق الله، في صلة مع الله دائما. فأنا بتمنى أنه الفجر لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وجرب، والله ما بيجرب، جرب أنه كل يوم تصلي صلاة متقنة، تكون على صلة مع القرآن، وشوف كيف يومك في توفيق، في سداد، قوة منطق، شخصية قوية، عندك جواب جاهز، عندك إدراك عميق. الله معك. لأنه الآن إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.